يسعد لي أوقاتكم صبايا، أهلا وسهلا فيكم. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم فيديو جديد، وبدي أتشكر الصبايا اللي انضموا لإلي جداد. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي. اليوم رح نساوي مع بعض إن شاء الله رولات البقلاوة بالقشطة. حتى القشطة يعني شغل إيدي. يلا معي نشوف. هلأ هون بدي لتر حليب. هذا لترين البيدون، أنا قسمتهم نصين، أخدت لتر وضل لتر. في هون عندي 4 معالق نشا كمان بدي احطها فوقهم، وبدي احط كاسة سميد خشن، كاسة يعني ناقصة منها شوية لأنه الكاسة حجمها منيح عندي. بدي احركهم هيك على البارد لحتى يفكفكوا عن بعض، بعدين بدي احطهم على النار. هلا هون بحطهم على النار، بضل عم حرك فيهم لحين ما يجمدوا، يعطيني هيك القوام تقيل. بس يجمدوا معي في كمان مكونات بدي احطها فوق منهم. هلا هيك بلش الخليط عندي يسمك، يعطيني هيك شكل انه صار جامد شوية. بدي احط هلا علبة قشطة. انا القشطة اللي استخدمتها التاج، طعمتها كتير طيبة. واي قشطة بتحبوا انتو متوفرة عندكم كمان ما في مشكلة. هذا المقدار انا حطيت بكفي لهذه الكمية. هلا بحركها شوي معاهم لحتى تذوب وتاخد من نفس الطعمة. هلا بدي اضيف هون ماء الزهر. هلا هذه تقريبا معلقة كبيرة حطيتها انا، البقيانين يعني عندي بدهم ياهن، لانه ما دائما هذا ما نو اسانس، هو يعني الماء يعني خفيف، الطعم اللي له خفيفة. هلا هون بعد ما خلصوا صاروا جاهزين، هلا بدي فضيهم بهذا الجاط لحتى يبردوا معي. هلا بس فضيتهم وخلصت بغطيهم، بلبسهم بكيس نايلون، بحطهم على جنب لحتى يبردوا، مشان ما يعملوا معي هذا الوجه. بس مع ذلك حسيتهم عملوا يعني معاي الوجه. هلا بدنا نروح للقطر. هلا هون بدي اخذ كاستين سكر وضيف لهم كاسة مي. هلا بدي احطهم على النار. هلا هون انا رجعت زدت نقطة صغيرة من المي لانه الكاسة كانت ناقصة شوي، حسيت انه مشان يكون المعيار مزبوط على التمام لازم اني احط نقطة المي الزايدة. انا عم بشرح لكم هلا بالتفصيل مشان ما يعني يصير في خربطة من ورا كلامي. وهلا بس غلى هيك عندي وصار عندي هذا الشكل، بعصر له عصرة حامضة، او بتحبوا شوية ملح الليمون كمان بصير. هلا هيك يعني تقريبا دقيقة وبطفي تحته، بيكون خالص ما عاد بده شي. بدي اتركه لحتى يبرد بعدين بستخدمه. هلا مثل ما انكم شايفين صار عندي هذا القوام. انا بجربه بايدي بس حسه هيك صار دبق ولزج، خلص صارت عندي جاهزة. يعني نحنا بنقول له قطر، وفي ناس بتقول له شيرة، وكل واحد له مسمياته يعني ببلد اللي هو عايش فيها. هلا هون عندي هذه الرقائق تبعيت البقلاوة، هي جبتها ماركة ستويرز، ممتازة هذه الماركة، بس يا ريتني مخلاي الكرتونة كانت فرجيتكم اياها.
هلا هي بتجي هذا العرض كله أنا بدي أقطعها بالنص وعملها على قسمين مثل ما نكون شايفين بهالشكل هذا، النص على النص، مشان يطلعوا كلياتهم بقد واحد وبمستوى واحد. هلا بحطهم هيك كلياتهم مع بعضهم وبدي غطيهم اهم شي، لانه بتنشف معانا وبتصير صعب، ما بقى بتتكسر، ما بقى بقدر اشتغل فيها على رياحتي. مثل ما نكون شايفين هلا غطيتها هون وحضرت السمنة. طبعا يعني الحلو دائما اذا عنا سمن بلدي بيكون اطيب واطيب، دائما بيعطي النكهة الى طعم تاني للحلويات. هلا انا رح ساوي معاكم، طبعا مو كل الكمية، رح ساوي معاكم وحدة تنتين بس. بدي ادهنها سمنة بهذا الشكل. عن جد كتير كتير سهلة وبسيطة، ما بدها كتير يعني شغل، مكوناتها حتى موجودة عنا بالبيت يعني، والقشطة طعمتها جدا جدا رائعة طلعت. هلأ بلفها بهذا الشكل على شكل المروحة، بطويها هيك، واخر اشي بلفها كمان بمستوى واحد مثل ما نكون شايفين. بطبق هالطرف على هالطرف، وهون انا عندي فستق حلبي ولوز، اللهم صل على سيدنا محمد، طحنتهم ناعم، وحبيت هيك يكونوا المكونين مع بعض، وحطيت لهم من القشطة اللي ساويناها انا وياكم. وهلأ بدي لفها بهالشكل هذا. عن جد اللف كتير كتير شكله حلو وممتع يعني، ما بيعذب، حتى بتطرى معاكم وقت اللي بتحطوه للسمنة. هذا الشكل. هلا رح ساوي معاكم وحدة تانية بهالشكل هذا. وهلا هيدي اخر قطعة عندي، وهلا هيك بصيروا عندي جاهزين، بقى بدي ادخلهم على الفرن ان شاء الله. طبعا هون الفرن صبايا كل واحد حسب فرنه، انا حطيته على 180. طبعا انا فرني مانو كتير قوي، شغلته شوي من تحت، اخذ معي تقريبا شي ربع ساعة من تحت، والمفروض 5 دقايق من فوق، بس التدع انا معاي شوي الوجه يعني شي بسيط، المفروض يكون هيك افتح بشوي من اللون اللي اخده انا، المفروض يكون اقل يعني، ضل هيك احلى يعني هي. بس الطعمة جدا جدا رائعة، حتى طعمة دائما الاحمرار الزايد بتكون هيك إلها نكهة خاصة، ما بعرف اذا انتو هيك مثلي. هي هون دخلناها الفرن وهلا بجهزوا، وهي الصينية صارت عندي جاهزة، وشوفوا لي لهالمنظر ما شاء الله،
عن جد جربوها، صبايا جدا جدا رائعة وطعمتها كتير كتير طيبة. هلا انا بقى بدي احط لها هون القطر اللي سويناه مع بعض، المفروض هي تكون سخنة والقطر بارد، مشان ما يكون سخن على سخن تروح تطرى وبتبلش يعني تروح منها القرمشة اللي هي فيها، فلذلك نحن بنقول انه لازم يعني نعملها يكون القطر بارد. والتزيين ذوق شخصي بقى، شي بيرجع لكم انتو شو بتحبوا تزينوها بتزينوها، بدكم فستق حلبي بتريدوا تحطوا لها بس لوز، هذا شي بيرجع لكم. انا كان عندي متوفر فستق حلبي ناعم، حطيت له زينتها بهذا الشكل. عن جد ما بس الطعم حتى الشكل، يعني اذا كان الشكل ما ظريف ما كتير بيتقبل الواحد انه ياكل، يعني بينبسط. وهذا الشكل النهائي، صارت عنا جاهزة. بتمنى انكم تجربوا، واذا جربتوها تحكوا لي بالتعليقات شو رايكم فيها. وهلا هون حبيت جربها وذوق، طلعت طعمتها اكتر من رائعة عن جد، جدا جدا شهية. وهلا اكيد طبعا مع فنجان القهوة بعد ما اجا زوجي، ما بتحلى السهرة الا هيك مع قطعة حلو من شغل ايدينا. وهذا كان فيديو لإلي لليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم لا تنسوني من اللايك، بحبكم كتير، سلام.